تعالي اقولك على تتبيلة السردين اللي بتخلي ريحته وطعمه ما يتنسوش، ولو ولادك مش بيحبوه هيطلبوه منك كل يوم، بشوية توم مفرومين وملح وفلفل وكمون ورشة كركم وعصير ليمونة. بس كده بس كده، على بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا هنا كيلو سردين أخضر، سردين بلد اهو لسه جاي طازة، غسلناه وهنبدأ ننضفه ازاي. اهو بشيل الراس كده زي ما انتم شايفين، وبصباعي كده بنزل في البطن وكل اللي فيها بيطلع بمنتهى السهولة. بعد كده بغسله بمية وملح، مش بحط عليه خل، مية وملح وعصير ليمون وشوية دقيق، بيتغسل كده ويتشطف ويبقى جميل فلة شمعة منورة. ونجهز مع بعض الخلطة. عندي هنا خل، فلفل، توم مفروم، ملح وفلفل، كمون وكزبرة وكركم وعصير ليمون. طبعا الكركم ده بيخلي لونه اصفر كده وجميل، بيبقى اللون الذهبي الجميل بتاع المطاعم ومحلات السمك. قلبت التتبيله كويس جدا مع بعضها بالشكل ده. نزلت بالسمك بتاعنا، سمك السردين. السمك علشان يبقى طعم التتبيله بتاعتنا لازم يقعد في التتبيله دي اقل حاجه نص ساعه على الاقل خالص، ساعه ساعتين يبقى كويس قوي. قلبت كل السمك كده في التتبيله، كل السردين بتاعي قلبته في التتبيله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وركنته خلاص. هبدأ بقى اجهز تتبيلة الدقيق. عندي هنا دقيق، كركم، نفس البهارات والتوابل اللي حطيتها في تتبيلة السردين ما عدا الثوم طبعا، كمون، كزبرة، ملح وفلفل. وهنا النشا ده التكة التانية اللي بتخلي طعم السمك السردين مقرمش وبيبقى جميل. قلبت السمك كده في الدقيق بالشكل ده، وهرصه في الطبق عندي لحد ما اخلص كل الكمية. لو عجبك الفيديو يا حبيبتي ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندي هنا زيت في الطاسة، نزلت كده، الزيت لازم يسخن جدا، ونزلت بالسردين في الزيت السخن. الزيت لما يكون سخن وتنزلي فيه السمك مش بيشرب زيت خالص، هو النشا اللي بيخليه يشرب، وكمان لما الزيت يبقى سخن يبقى ده اكتر حاجة. نزلت كده بالسردين، والسردين طبعا ما بياخدش سوا ولا بياخد وقت. قلبت كده اهو، عرفت لونه بقى جميل ازاي. قلبه على الناحية التانية دقايق، بمجرد ما بيحمر لونه خلاص هو ده اللون المطلوب اللي احنا بنحبه. تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الكركم في الدقيق وفي التتبيلة بتخلي لون السمك جميل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا طلعت السردين على شبكة. لو طلعتيه على مناديل او على عيش او في الاطباق كده بيبدأ يطرى تاني، انما تطلعيه على شبكة بيفضل مقرمش وجميل لحد ما بتقدمي الاكل. كده خلاص خلصت الكمية بتاعتي، وقدمت اهوت مع سلطة خضراء وبصل وفلفل مخلل وخيار، والف هنا وشفا.